السلام عليكم حبايب قلبي، اخباركم ايه يا غاليين؟ يا رب يا حبايب قلبي تكونوا بالف خير. النهارده باذن الله الغدا بتاعنا هنعمل شويه سمك كده حلوين باذن الله. بتمنى يا رب ان هم يعجبوا حضراتكم. انا عندي نوع واحد بس من السمك. انا عندي النهارده هعمل المكرونه. جبتها ما شاء الله حلوه قوي. بصوا يا غاليين، بسم الله ما شاء الله، قشطه ازاي، وعجبتني بصراحه حلوه. وكان عندي في التلاجة واحدتين كابوريا كده، يعني مش كتير قوي، شويه صغننين، قلت حلوين مع الاكله بتاعتنا. كمان انا يا غاليين مع السمك اللي هنعمله عايزه اعمل معاه شويه رز كده ببصل حلوين. فانا جبت الرز وغسلته وبشرت البصل، بس كميه البصل تبقى حلوه، يعني الرز ببصل بيبقى محتاج بصل كتير شويه. طب البهارات بقى او التوابل اللي انا هتبل بيها السمك بتاعي، انا عندي هنا معلقه كمون كبيره ومعلقه كزبره برده كبيره، عندي نص معلقه فلفل اسمر، ربع معلقه جوز الطيب، وطبعا الملح دوت على حسب ما احنا بنحبه يعني. عندي كمان توم وليمون، شويه كرفس، وعندي قرن فلفل، نص قرن فلفل احمر ونص اخضر، مش عايزين نكتر قوي يعني عشان ما يبقاش حراق شويه. وطبعا مع الخلطه الحلوه دي ما ننساش نص كوبايه الخل. انا مش بحط كتير يعني، بصوا يا غالين دي كوبايه صغيره، انا خدت بتاع نصها، فبالظبط كده بيبقى معلقتين يعني كبار. طب عايزين بقى كمان نعمل طبق سلطه حلو كده، سلطه خضراء. فانا لقيت النهارده الخس بسم الله ما شاء الله جميل. جبت الخس، خصايه، طماطم، بصلايه، قرن فلفل، كمان يا خرابي بقى على حزمه البقدونس وشويه الخيار. هنعمل طبق سلطه باذن الله هيعجب حضراتكم. هنسمي بسم الله بقى كده. واول حاجه هعملها، هاخد كل التوابل بالكرفس بالثوم بالليمون، هعصره بالخل، هروح اضربه في الكبه وارجع لكم تاني يا حبايبي. بصوا حبايب قلبي، انا عملت التتبيله اهي. طبعا لما بنضربها في الكبه او في الخلاط بتنعم، عشان لو كانت خشنه بتنزل في الزيت فبتحرق لي الزيت على طول. هسمي بسم الله بقى. انا قطعت كده المكرونه بتاعتنا عشان ما شاء الله كبيره، قطعتها كده نصين، وهبدا بقى احط التتبيله بتاعتي الحلوه دي اهي. انا عايزاها تبقى تتبيله حلوه كده فيها اهي بس. وهعمل كده، اقفلها بس بايدي كده عشان التتبيله تخش جواها. وهسمي بسم الله. بصوا حبايبي، انا عايزه التتبيله تخش فيها كلها كده. انا لسه هرش عليها برضو بعد ما اخلصها يعني اهو. التتبيله ما شاء الله الريحه بتاعتها حلوه قوي. ايه رايكم؟ بصوا برضو هقفل كده لغايه ما اجي اقلي عشان التتبيله السمكيه تشرب من التتبيله بتاعتي اهي. هكمل بقى الكميه دي وارجع لكم تاني. ايه رايكم كده يا غاليين؟ انا كده تبلت المكرونه بتاعتنا او السمك المكرونه بتاعنا. هسيبها بقى شويه عقبال ما اعمل الرز واعمل السلطه، عشان انا عايزه التتبيله السمكيه تشرب منها. اتفقنا كده. اروح بقى على البوتاجاز نعمل مع بعض الرز، وبقيه التتبيله الحلوه اللي عندي دي انا هحطها على الكابوريا مع قرن فلفل. انا هخلي الكابوريا دي باذن الله اصورها لكم حلقه لوحديها وتكون صاحيه، مع اني بالامانه والله دي كانت صاحيه، بس بقى عشان كنت شايلها في الفريزر. يلا نسمي بسم الله ونروح نعمل الرز. بصوا حبايب قلبي، الزيت كده انا حطيته سخن اهو. هبدا بقى، شايفين كميه بصل حلوه ازاي؟ زي ما اتفقنا قلنا ما شاء الله الرز بالبصل ده بتاع السمك لازم يكون البصل بتاعه كتير. انا عايزه كميه بصل حلوه كده اهي. بس المره دي بقى البصل لازم يتحمر قوي، فعشان ما اطولش عليكم يا غاليين هحمره وارجع لحضراتكم. بصوا حبايب قلبي البصلايه كده، بصوا غاليين حلوه قوي كده. هبدا بقى اسمي بسم الله كده، احط الرز بتاعي كله. وقبل ما احط الميه بتاعته يعني اديله كام تقليبه حلوه كده. بصوا يا غاليين، ادخل كده البصل مع الرز يدي ريحه احلى. وانا حطيت له الرز نص معلقه كمون بتدي له برده ريحه. وانا بحمر البصلايه هقلبه بس تقلبتين بس. بقى ايه، احط له الميه بتاعته وارجع بقى اقول لكم هنعمل ايه يا غاليين. بس نقلبه ايه تقلبتين حلوين كده. بصوا حبايبي، انا كده لفيت قلبت البصلايه كتير ازاي في الرز بتاعنا. بصوا ما شاء الله بتدي ريحه حلوه قوي. وابدا بقى احط الميه بتاعتنا. طبعا انا بحط الميه بتاعتي سخنه وما بسيبوش قوي عشان يبقى مفرفر معايا كده. فكده حلوه قوي. اوريكم برضو يا غاليين كده حلو ما شاء الله اهو. لا احط له شويه ميه صغيرين كمان. بس حلوه قوي كده. هظبط الملح بقى
ونروح مع بعض بقى ايه عقبال ما نحمر السمك يكون الرز بتاعنا استوى. بصوا حبايب قلبي، انا كده غاليين خلاص مغطيه على الرز، وعملت كمان شويه الكابوريا بتوعي، وهبدا بقى اسمي بسم الله كده. انا حاطه هنا معلقه نشا مع الدقيق، بتخلي السمك يبقى لونه حلو فاتح، وفي نفس الوقت ما تحرقليش الدقيق. اسمي بقى بسم الله، واخد التتبيله بتاعتي السمكيه بتاعتي كده. بصوا انا قافلاها ازاي، وهسمي بسم الله كده اهو بالراحه خالص. اعمل يعني احاول اقفل اي حاجه فيها اهي، اي فتحات، ودي كده بالراحه كده اهي، واضمها بقى على بعضيها بحيث ان مفيش اي تتبيله عندي تقع اهو. هعمل واحده كمان برضو بالنسبه للكبيره دي، عشان اهي حطيت الدقيق كده بالراحه خالص واضمها اهي، وافضل بقى اعمل كده كده. التتبيله بتاعتها سبتت فيها باذن الله، حتى بصوا لو فتحتها اهي. هكمل بقى بقيه السمك بتاعي، ولازم انفضه قوي كده ونروح مع بعض نقلي. انا كده حبايب قلبي خلاص انا تبلت السمك بتاعنا اهو. بس انا عايزه اعمل حاجه تانية بتدي طعم حلو قوي. انا خدت مطرح التتبيله اللي انا كنت يعني عاملاها مع حضراتكم اللي تبلت بيها السمك، زودت لها شويه دقيق، شويه كمون، شويه كزبره، وحطيت لها ايه حوالي مثلا بتاع نص كوبايه ميه. خلاص انا ايه رايكم بقى في الخليط ده كده؟ بيدي بصراحه انا بحبه، بيدي طعم حلو قوي للسمك. جربوه، عايزين تقولوه كده حلو برضو. التتبيله بتاعته جميله ما فيهاش اي مشكله. يعني بصوا التتبيله اللي احنا متبلينها دي برضو حلو. عايزين نحطه هنا بقى كده ونلفه لفه بسيطه بس كده في التتبيله الحلوه دي اهي، وعلى طول كده احطه على الطاسه بتاعتي برضو غير اهي. تتبيله بس كده لفه فيها كده بتدي طعم حلو قوي قوي قوي، بالظبط كده زي ما كاننا مشترينه من بره. هصفي بس بايدي قوي كده اهو. ايه رايكم؟ تدي كمان القرمشه. عارفين السمك لما بنشتريه من بره من المحلات الطبقه اللي بتبقى عليه دي، هي دي بالظبط. بس طبعا احنا هنا بيبقى انضف يعني واحسن مليون مره من بره واوفر. مش هقول لكم يعني، شوف احنا بنشتريه من بره بكام اهو. هكمل بقى كده واحدتين ثلاثه وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. بصوا حبايب قلبي، ايه رايكم بقى في التحميره الحلوه؟ الخليط دوت اللي انا بقول لحضراتكم عليه حلو جدا بالظبط كده. ايه رايكم؟ جايبينه من بره اهو، بذمتكم فرق حاجه عن بره؟ بصوا الجمال، بصوا جمال السمك، بصوا الجمال. انا لسه طبعا استني يا بنتي تعالي. بصوا انا لسه طبعا ما كملتش تحميره قوي، بس دي كده حلوه قوي كده. التحمير ده حلو قوي. هكمل بقى عشان برضو ما اطولش على حضراتكم وارجع لكم بقى يا غاليين باللوك النهائي. ايه رايكم بعد ما خلصنا الغدا بتاعنا النهارده؟ ما شاء الله التتبيله اللي انا عملتها بصوا مديه لون حلو ازاي للسمك، وكمان مديه قرمشه حلوه قوي. وعملت كمان شويه سلطه خضراء وشويه رز زي ما قلت لحضراتكم. طبعا الرز بالبصل ده مع السمك ما شاء الله يعني احلى رز. وايه رايكم بقى؟ بصوا يا ولاد، بصوا القرمشه بتاعتها، وشايفين بقى شايفين البطروخ اللي انا قلت لكم عليه؟ بصوا جمال. بتمنى يا رب الوصفه البسيطه دي قوي تعجب حضراتكم. قبل ما انهي الفيديو بقى عايزه اقول لكم حاجه. شايفين شويه الكابوريا الصغننين دول اهم ادوا شكل برده مع الغدا بتاعنا. الكميه مش كتير بس والله العظيم حلوه وزي العسل. اسيبكم يا حبايب قلبي يا رب كده في رعايه الله. وقبل ما انهي الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لحبايبي لحضراتكم كل جديد. اسيبكم يا رب كده في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.